ازيكم يا حلوين؟ عندنا محشي النهارده وعندنا فراخ كمان. المهم محشي بتنجان ومحشي كوسه، هنقول لكم هنعمله ازاي وهنجهز لباقي الاسبوع كله. وعندنا شويه طماطم محترمه كده، هم دول اللي شجعوني ان انا اعمل يعني. فربنا ييسر، يلا هنشوف هنعمل ازاي عشان ما نهدرش حاجه وما نبوظش حاجه. انا مجهزه كل حاجه، مجهزه البصل والثوم والدهن والطماطم لسه هتتضرب بس، والبتنجان بقى والكوسه جاهزين اهم، متقورين ومغسولين زي الفل. هناخدهم في الحله دي، حله كبيره. واول حاجه هنعملها هننزل بالزيت 3 4 معالق كده، ولما يسخن كويس ننزل فيه البتنجان والكوسه يتشوحوا. انا بعملهم كده، لو هعمل البتنجان والكوسه في الحله بعمل كده، لو هعملهم في الفرن برضو بعملهم كده، لو في صينيه في الفرن يعني بعملهم كده. الزيت يسخن ونحط البتنجان والكوسه ونشوحهم ونطلعهم، ونعمل بقى التسبيكه مكانها. التسبيكه دي ان شاء الله هتكفينا كتير. هي كانت زياره جايه لنا فيها بقى من كل حاجه، من خيرات ربنا بقى، فراخ ولبن ولحمه وسمك وخضار وفاكهه وكل حاجه. ربنا يخليها ماما يا رب. هي اول مره تجيلنا هنا في شقتنا الجديده دي، فجابت لنا بقى كل الحاجات الجميله دي. ربنا ما يحرمني منها يا رب ويخليها لي ويبارك فيها يا رب. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه. كده الزيت سخن اهو، هننزل بقى بالبتنجان والكوسه مع بعض، كله مع بعضه كده، الكميه كلها مع بعضها. كده هما مع بعضهم كلهم بيتشوحوا اهو. هنخلصهم تشويحه وارجع لكم تاني. اللي بيتشوح بنطلعه ونسيب الباقي، لما يغدل شويه كده نطلعه. عموما البتنجان بيطلع على طول في اول وقت يعني، الكوسه بس اللي بتاخد وقت. لو حابين تعملي الكوسه الاول لوحدها عشان تتحمر وتاخد وقتها يعني، اعملوها لوحدها الاول بعدين حطوا البتنجان. البتنجان ما بياخدش وقت خالص، عشان كده انا حطيته مع الكوسه عشان ايه يعني، ايه استغل في الوقت يعني. لكن لو حابين تسيبوا الكوسه لوحدها في الاول وبعدين البتنجان ماشي، يبقى حلو برضه. كده طلعنا كل البتنجان والكوسه، بس هي اللي بتتشوح. مجرد ما تتشوح وتاخد لون كده هنطلعها على طول، مش هنسيبها كتير يعني، مش هنحمرها، ده يا دوبك تاخد لون كده بس. وكده كمان الكوسه اتشوحت اهي يا دوبك كده، حلو قوي عليها. عايزين تزودوها عن كده براحتكم، بس انا بحبها كده. هنشيلها بقى ونكمل بقيه الوصفه. شيلنا كل الكوسه اهي والحله فاضيه اهي فيها الزيت بس. هننزل بقى بالايه، بالدهن. نشوحه شويه كده لحد ما يفك كده ويبقى يتحول لماده دهنيه، وبعدين نضيف بقيه الحاجات التانيه. كده زي الفل اهو، ننزل كل اللي فيه ولسه هيكمل معانا تسويه. ننزل بقى بالبصل، بس هنبقي شويه بصل كده محتاجاهم في الاخر انا. لما تشوح البصل يبقى ينزل بالثوم. لما يتشوح ننزل بالثوم بقى. وكده البصل اتشوح اهو، انا بحبوش يتلون جامد، يا دوبك يدبل كده ويطرى وبعدين ننزل بالثوم. هنسيب برضو شويه الثوم دول محتاجاهم، هقول لكم في الاخر هعمل بيهم ايه. نشوح بقى الثوم وريحته تطلع كده، وننزل بالطماطم اللي لسه ضربينها حالا والبصل بتاعنا. وكده الثوم ريحته طلعت وتشوح. ننزل بقى بالصلصه، بس مش هننزل بكميه مره واحده، هننزل بشويه صغيرين كده كده، ونشوحهم شويه كده. وننزل عليهم كمان شويه صغيرين، يتسبكوا، وبعدين نضيف بقيه الطماطم كلها مره واحده بقى. وبعد ما تسبك وفقفق اهو، ننزل بقى ببقيه الطماطم كلها. وهي بتتسبك بقى هنعمل الفراخ، هقول لكم هنعمل ايه في الفراخ. ودي الفرخه بتاعتنا
جنة وسجا ما بيحبوش الفراخ مسلوقه، فانا هعمل لهم اللي هم عايزينه. هناخد نص الفرخه كده، ناخد الوراك، نقطع كل الحاجات دي، وناخد احنا الوراك هنقسمها 4/4، يعني الوراك كمان هنقسمهم الدبوسه والجزء التاني ده هقسمهم وارجع لكم. كده قطعنا الفراخ، الاوراق قطعتهم 4 قطع، نحطهم هنا بقى. نيجي بقى على الصدر نشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجه هنعملها هننزع الجلد اللي على الصدر ده كله كده، ونيجي بقى من هنا كده نعمل كده جنب القفص الصدري. احنا بنمشي بمحاذاته كده، بنحاول ما نهدرش لحم كتير، ونيجي من فوق من هنا نعمل كده اهو. احنا كده بنخلي الصدور. نيجي بقى من الجزء ده كده ونعمل كده كده. طلعنا الصدر اهو، لسه الصدر التاني برضو بنفس الطريقه. هنيجي كده من هنا ونعمل كده، ونيجي بقى كده نحاول نتفادى العظمه اللي هنا دي اهو. ادي الصدر التاني اهو، ادي الوراك والصدور. الهيكل ده بقى مش هنرميه، هنحطه مع الوراك وهي بتستوي، بس هنقطع الاجنحه لوحدها كده نحطها برضو مع الفراخ. الجناح التاني نحطه هنا. نغسل بقى الفراخ كلها ونجهز تتبيله للبانيه، بس الاول ناخد الصدور ونشرحها. هنعرفكم ازاي هنشرحها دلوقتي. نمسك الصدر من هنا، ناخد الجزء ده نشيله لوحده، هو اصلا طالع لوحده اهو، نحطه هنا ونمسك السكينه كده ونمسك الصدر كده نعمل كده. بس يا ريت تكون السكينه حاميه، بالراحه بالراحه كده. نحط ايدينا على الصدور كده ونشتغل بقى كده بالراحه كده. اول حته طلعت اهي. هي الفرخه مش كبيره قوي، عشان كده ايه مش ما بتطلعش معايا كميه كبيره، يعني الفرخه حوالي 2 الا ربع اهو. الشريحه التانيه اهي، والجزء الباقي ده كمان هنعمله 2. المفروض الفراخ اللي هتتخلي المفروض يعني تبقى 2 كيلو، اقل حاجه 2.5. براحتكم بقى زودوا فيما فوق، هتطلع معاكم كتير. بس عشان جنة وسجا دايما تعبني في الاكل كده، فبنعمل لهم الحاجات اللي هم عايزينها. وادي الصدر التاني بنفس الطريقه، نحط ايدينا كده نعمل كده ونطلع. ادي جزء اهو، الجزء التاني نفس الطريقه، والجزء التالت والرابع. ادي الصدر طلع لنا كميه محترمه اهو، وهنعرفه دلوقتي هنتبلهم ازاي ونعملهم ازاي. في نفس الوقت ده الطماطم بتتسبك اهي. نحاول بس نحركها من تحت كده عشان ما تلسعش، وننزل اللي في الاحرف ده، نسيبها بقى تتسبك براحتها، احنا مش مستعجلين عليها، خدي راحتك. في الوقت ده بقى هنعمل تتبيله البانيه. غسلنا البانيه حلو، نعصر عليه بقى ليمونه، نص ليمونه هنا ونص ليمونه هنا مع الفراخ الباقيه اللي هي الوراك والهيكل بتاع الصدر، ونشوف بقيه الحاجات التانية. وكده كمان الطماطم اتسبكت كويس، نحط لها بقى الملح. انا كترت ملح عشان حاجه،
علشان ان اصلا هسيبها مع نفسها كده لبكره، يعني هاخد منها ان شاء الله حاجات يعني كميه اللي تكفي المحشي، والباقي بقى هسيبه لما يبرد بكره ان شاء الله. هحطه بقى في اكياس واعينه في الفريزر على طول، وقت ما احب اطلع منه هطلع منه على طول. البصل ده بقى، البصل والثوم اللي انا حشته وانا بعمل التقليه اصلا بتاعه الطماطم، هاخده عشان تتبيله البانيه. هنحط عليه ايه بقى؟ معلقتين خل، وكمان ملح، وكمان فلفل اسود، وكمان كمون، ونحطهم في الخلاط ونحط معاهم ربع كوبايه لبن عشان الكميه اصلا صغيره. لو في زبادي حط زبادي، مفيش زبادي عادي حطي لبن. كده حطينا اللبن اهو، نعصر كمان نص ليمونه ونضربها ونرجع لكم تاني. وادي البانيه جاهز اهو، وادي التتبيله. بمعلقه بقى كده، ونخلي قطع البانيه كلها تشرب من التتبيله عشان كله يبقى طعم واخد نفس الطعم، كله مستوي بقى. التتبيله دي بتدي طعم حلو قوي للبانيه، غير كمان ان هي بتساعد على التسويه، ويفضل نكون عاملين التتبيله دي قبلها بيوم وحاطينها في التلاجة بس. ودلوقتي بقى ناخد البانيه من هنا من التتبيله، نحطه في البيض بلبن، وبعد كده نحطه بقى في البطانه اللي احنا هنبطنها دي، اللي هي بتاعتي انا عباره عن دقيق ذره وبقسماط وفيجيتار حار بس. نبطنه بقى كده على قد ما ياخد، نشربه على قد ما يشرب عشان يعمل لنا قشره حلوه وطعمها حلو. ونكون بنعمل لهم بطاطس بياكلوها مع البانيه. وكده البطاطس زي الفل اهي، نحطها بس على منديل وبعد كده ننزل بقطع البانيه قطعه قطعه، والنار طبعا عاليه شويه واحنا بنحطه لاول مره. انا حطيت 5 قطع مع بعض، هتقول حله صغيره، ابدا الزيت كتير اهو، ما بحركهمش الا بعد ما يجمدوا شويه اهو، ما جمدوش في بعض ولا اي حاجه اهو. نمشكه كده ونقلبه الجهه التانيه. وكده البانيه اهو، بصوا شفتوا عامل ازاي مقرمش وجميل وذهبي وحلو. كمان الاحلى والاحلى انه مستوي بقى وما اخدش وقت في السوي خالص، لان هو مستوي في التتبيله. يلا نحضر بقى سندوتشات. ادي العيش ونحط فيه قطعه البانيه وكام بطاطسايه كده معايا، وهحط لهم كمان شويه بطاطس اهو، نفس الموضوع. ونحط كمان شويه بطاطس، شويه مكسرات، والقطعه دي بقى ياكلوها قبل ما يمشوا. ادي بتاع جنة، وادي بتاع سجن جاهزه برضه. وفي الحله اللي هنعمل فيها المحشي هنحط فيها الفراخ ومعلقه زيت او معلقه سمنه ونشوحهم مع بعض ببصلايه متقطعه قطع صغيره كده طرنشات، ونشوحهم ونسيبهم على نار هاديه لعند ما نعمل المحشي. وبعد ما نحشي المحشي هنحطه على الفراخ، يعني الفراخ والمحشي هيستووا هما الاثنين في حله واحده، وهنغطي عليه ونسيبه لعند ما نخلص المحشي. وكده حطينا المحشي كمان فوق الفراخ اهو، حشيناه كله
هنسقيها بس شويه صغيرين ميه او شوربه بقى على حسب الموجود. كده بقى استوى، بقى زي الفل، بونو بونو يعني. يلا بقى عشان ناكل.